السلام عليكم، ازيكم حلويات قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. معاكم ماسة. النهارده ان شاء الله هندخل سوق محطة مصر الجديد، السوق الحضاري في اسكندرية. اول سوق حضاري داخل اسكندرية. هنتفقده من جوه وهنشوفه بعد الافتتاح التجريبي بتاعه. وزي ما انتم شايفين معايا اهو السوق من بره، مفيش اي بياعين، مفيش اي كعبله من الكعبلات اللي كانت موجوده. الدنيا بقت نضيفه، الدنيا بقت منظمه، بصوا العربيات ماشيه بكل سهوله، مفيش الزحمه اللي كانت موجوده. العربيات كلها تحسوا كانت فوق بعضها من كتر الزحمه. بصوا المكان فاضي وجميل ازاي، ما شاء الله. مع اني عايزه اقول لكم ان انا ماشيه يوم جمعه، يعني المفروض يوم الجمعه عموما بيبقى زحمه في كل مكان، بس ما شاء الله الدنيا منظمه. هي طالما عارفه تمشي، المشاريع والعربيات بتمشي بكل سهوله زي ما انتم شايفين. حاليا انا دلوقتي جنب السوق من بره، هدخل السوق بس هدخل من البوابه الرئيسيه. هو ليه بوابتين على الترام، وتقريبا بوابتين من الشارع الموازي اللي هو ورا اللي كان فيه سوق اصلا، اللي هو الشارع اللي جنبه مستشفى احمد ماهر. هندخل دلوقتي، شوف البوابه الرئيسيه هندخل منها اللي هي دي. بصوا دي البوابه الرئيسيه بتاعه المول. السوق عبارة عن 4 أدوار، كل دور متخصص ببيع حاجة معينة. يعني الدور الأرضي متخصص كله لبيع الفاكهة والخضار واللحوم والأسماك والحاجات دي كلها. والدور التاني بيكون فيه الملابس والأحذية والمحلات بتاعت الخردوات والمكياجات والاكسسوارات والحاجات دي كلها. تعالوا بقى نشوف المدخل الرئيسي. هندخل دلوقتي من المدخل الرئيسي ونشوف السوق بتاعنا جوه السوق فيه ايه، ونستكشف كده مع بعض. هنا في الدخلة الشعار بتاع السوق، سوق محطة مصر زي ما انتم شايفين اهو. بندخل بقى على كل يعني بارتيشن او كل جزء بيبقى فيه الليفتة بتاعته. يعني هنا بيع خضروات وفاكهة، هتلاقوا بقى هنا الفاكهة كلها والخضروات. كل المحلات اللي جنب بعض دي كلها بتاعت خضار وفاكهة. اسعارهم هنا معقولة، مش عالية قوي زي ما كانوا بيبيعوا وهم في السوق قبل كده، قبل ما ينقلوهم. يعني نفس الاسعار بالنسبة للفواكه والخضار. هتشوفوا دلوقتي برضو معايا بعض الاسعار. الفراولة ب20 جنيه زي ما بتتباع برا. هتلاحظوا كمان ان الاسعار اقل من برا. بصوا البرتقال هنا بتباع ب3 جنيه ونص، يعني 3 كيلو ب10. هو صغير شوية، بس خلي بالكم البرتقال الصغير ده بيبقى معسل ومسكر. انا عن نفسي بحب الصغير، لو هشتري برتقال صغير، مش هشتري الكبير المتفل. في هنا اليوسفي الوسفندي، وفي موز. بصوا الطماطم حمرا وجميلة، بصوا حمرا دم يعني ما شاء الله. البطاطس برضو بنفس الاسعار بتاعت بره. هتلاقوا عندهم جميع انواع الخضروات وجميع انواع الفاكهة الموجودة في السوق، زي ما كانت موجودة في السوق عادي، زي ما كانوا موجودين. زي ما انتم شايفين اهو الحاجة كلها طازة وجميلة وزي الفل. حاجاتهم حلوة، الجودة بتاعت الحاجة كويسة. انا برضو بناشد الناس ان هي تشتري منهم، لان الناس دي مأجرة الباكيات والدكاكين دي بأسعار عالية. يعني بيدفعوا اخر كل شهر الايجار بتاع المحل، يعني بيوصل ل9,500 الدور الارضي. الدور اللي فوق بيبقى السعر اقل شوية في الايجار. هنا برضو في الراجل اللي كان بيبقى فارش في الشارع ده، اللي هو بيبيع اي حاجة بجنيه، بتاع زمان ده. بس طبعا الحاجة مش بجنيه، الحاجة يعني كل حاجة وليها سعرها. وعنده منظفات، يعني بالاضافة لان هو بيبيع الحاجة دي البلاستيكات والحاجات الرفيعة دي، هو عنده برضو منظفات. بصوا الحاجة ما شاء الله طازة وجميلة اهي، مفيش حاجة وحشة صراحة صدفتني، ولا شفت اي خضار وحش ولا اي فاكهة وحشة. في محلات لو تلاحظوا لسه كمان ما فتحتش، لسه يعني مستنيين ان هما يجيبوا بضاعتهم وكده ويفتحوا. كمان في محل هنا للعطارة، هنا عطار عنده جميع انواع البهارات اللي انتوا تتخيلوها. عامل زي العطار اللي هو بيبقى في كارفور اللي انتوا بتشتروا منه، اللي هو بيبقى حاطط البهارات كده، وبتاخدوا انتوا البهارات اللي انتوا عايزينها. وعنده مطحنة بيطحن البهارات، وانتي واقفة كده تلاقيه بيطحن البهارات وبيعبيها بيحطها. يعني بيبيع البهارات طازة بطازة على طول. مفيش بهارات بتبقى بايتة عنده او قديمة، لا هو هيطحنها. وحتى هو وانا واقفة كان بيطحن اهو، حط الفلفل بيطحنه، هيحطه برضو ايه في المكان بتاعه علشان يبيعه مطحون. بيبقى لسه حاجة طازة وريحتها طالعة وجميلة.
ربنا يسهل لهم جميعا يا رب ويرزقهم ويوسع عليهم. بس انا زي ما بقول لكم ادخلوا جماعة اشتروا منهم ونفعوهم، هم برضو بيدفعوا ايجارات، يعني مش زي ما كانوا الاول بيبيعوا واقفين في الشارع ما بيدفعوش حاجة. فدلوقتي هم يعني رزقهم هيبقى رايح كله اغلبيته للايجارات. ف يعني بنساعدهم برضو ان هم يسترزقوا، وربنا يوسع الجميع ويرزقهم يا رب من حيث لا يحتسبوا. برضو هم راصين الخضار كده بشكل حلو زي ما انتوا شايفين، كل حاجة كده في مكان. ربنا يرزقهم يا رب، يوسع عليهم جميعا ويرزقنا ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. وزي ما انتوا شايفين اهو الحاجة طازة جاية اليوم بيومه. احلى حاجة بقى عجبتني في المكان الصور بتاعت اسكندرية دي، صور مختلفة كده الاماكن مختلفة من اسكندرية زي ما انتوا شايفين مزينة السوق كله ما شاء الله عليها، طابلوهات كده جميلة جدا. في كل حتة تتمشوا بقى تلاقوا صور مختلفة كده من اماكن حلوة في اسكندرية. كمان في واحد بيبيع عجوة وعسل وبيبيع الطحينة برضو هنا. ده ركن مخصص لبيع الاسماك، بيبقى كذا محل كده متخصصين لبيع الاسماك. عندهم برضو الاسماك طازة وحلوة، وكان عندهم جمبري، هو ربنا سهل لهم يعني وباعوا الجمبري. كان بيقول لي عندي جمبري واتباع وكده، ربنا يا رب ييسر لهم حالهم. كمان في محلات تانية في نفس البارتيشن بتاع الاسماك دي لسه مفتحتش، يعني هما محلين 3 4 بتوع الاسماك والباقي لسه تقريبا مفتحوش. فزي ما انتم شايفين حاجة طازة اهي وجميلة ما شاء الله. في كمان محل او باكية برضو للتسوية، في هنا تسوية وبيبيعوا بقى الرز والسلطات بتاعت الاسماك وكده. في كمان فسخاني بيبيع فسيخ ورنجة وسردين مملح، وبرضو بيبيع اسماك واسعارهم حلوة. يعني الفسيخ اما سألت عليه قال لي ب100 وب120 وب140. والدنيا هناك هادية وحلوة، مفيش الزحمة بقى بتاعة السوق اللي هم كانوا الناس تبقى متلزقة في بعضها كده وهي رايحة وهي جاية. لا المكان واسع تمشوا براحتكم، الدنيا حلوة، مفيش تزنيق ولا حد بيزنق في حد ولا حد بيخبط في حد. كمان في مكان للأسانسيرات بس الأسانسيرات لسه تقريبا في الإنشاء، يعني تحت التركيب لسه ما تركبتش. في كمان 2 مصعد كهربائي، سلم كهربائي برضو لسه ما اشتغلوش، اعتقد دول هيشتغلوا مع الادوار العالية لما تشتغل. هو طبعا 4 ادوار السوق، فلسه لما الادوار اللي فوق تشتغل. زي ما انتم شايفين ده الدور اللي فوق بتاع المحلات بتاعت الملابس والاحذية، لسه ما فتحش فيه الا كام محل كده. في كل حتة تلاقوا محل كده بس هو اللي فاتح، بصوا كلها معظمها لسه قافلة. في ناس برضو لسه ما اشتغلتش لان ده افتتاح تجريبي، فلسه برضو في ناس ما شغلتش المحلات بتاعتها او الباكيات بتاعتها. هنا زي ما انتم شايفين برضو كل الناس لسه ما فتحتش او ما بدأتش شغلها، وربنا يا رب ييسر لهم الحال ويرزقهم يا رب جميعا من حيث لا يحتسب. دي برضو الصور اللي انا قلتلكوا عليها اللي موجودة في كل حتة، طابلوهات كده عن صور في اسكندرية ما شاء الله مبهجة وشكلها حلو، مزينة السوق كله. كمان هنا المكان بتراقب بالكاميرات، يعني وانتم ماشيين في كل حتة كده في يافطة المكان مراقب بالكاميرات، دي حاجة كويسة برضو وشوية امان، فيها شوية امان برضو. خلي بالكم وحاولوا ان انتوا تحافظوا على حاجاتكم الشخصية، سواء شنطة او اي حاجة انتوا ماسكينها، حافظوا على حاجاتكم برضو من السرقة. نيجي كمان نتكلم عن النظافة. في كل مكان هتروحوه هتلاقوا باسكت لو انتوا معاكم حاجة حابين ترموها. وكمان في عمال نظافة كتير بينظفوا السوق، تحسوا ان السوق نضيف كده طول ما انتوا ماشيين، الدنيا نضيفة. والسوق صراحة منظره ونظافته كده منظر حضاري يليق بينا ويشرفنا احنا كاسكندرانية. فياريت احنا كمان نحافظ على نظافة المكان اللي احنا متواجدين فيه، محدش يرمي حاجة بقى في الارض، ونلتزم بالباسكتات دول نرمي فيها. زي ما انتوا شايفين الناس طالعة شارية مبسوطة، الاسعار كلها حلوة ما شاء الله. انا عجبني صراحة السوق واتبسطت بيه. انا كنت رايحة اتفرج ما كنتش رايحة اشتري. زي ما انتوا شفتوا احنا طلعنا من البوابة اللي على الترام، يعني الترام فيه بوابتين، وفي بوابتين كمان للسوق من ناحية
مكان السوق بقى اللي هو كان قدام مستشفى احمد ماهر اللي هي في محطة مصر دي. كمان في ناس اللي كان ليها محلات على الترام، زي ما انتوا شايفين المكان اتوضب خالص واتعمل محلات دور ارضي ودور علوي زي ما انتوا شايفين كده، والناس خدت المحلات بتاعتها. دي بقى المكان اللي كان فيه السوق وكان فيه بتوع الفاكهة. برضو لسه زي ما انتوا شايفين الجرارات والحاجات الالات دي لسه برضو هتشتغل عشان توضب المكان ده، لانه زي ما انتوا شايفين اهو لسه تحت التوضيب. ده بقى المكان بتاع السوق اللي كان فيه السوق القديم، كنتوا بتدخلوا السوق القديم من هنا اللي هو سوق باب عمر باشا، ودي المستشفى بتاعت احمد ماهر. بصوا هو السوق قدامه على طول، قدام المستشفى على طول، واخد الشارع الموازي للترام. تمام. بصوا بقى المواقف بتاعت الباصات والمواقف بتاعت المشاريع والميكروباصات والحاجات دي، في نظام ما شاء الله. يعني انا شايفه الدنيا وسعت والنظام بقى احسن والناس عارفه تمشي. طبعا الناس دي كانت بتخبط في بعضها قبل كده، كان كل اللي يمشي يخبط في كتف التاني. دلوقتي بصوا انتوا ماشيين بحريه، كل الناس ماشيه كده بحريه وعارفين يمشوا. لا بصراحه انا عجبني التطوير وعجبني السوق، وشايفه محطه مصر بقت في حته تانية خالص غير اللي كانت عليها قبل كده. احنا كنا في فوضى، كنا في عشوائيات صراحه. لا ما شاء الله، يعني انا معجبه جدا بالتطوير. في كمان صناديق القمامة المتقسمة اللي هي للمعدن وللورقيات والبلاستيكات، تحطوا كل حاجة في مكانها. بصوا برضو هنا الجمال ده كله، اتضاف شجر وزرع وحاجات حلوة. في استراحات لو انتوا حابين مثلا واقفين في الموقف حبيتوا تريحوا وتعبتوا وانتوا بتتسوقوا حابين تريحوا شوية، بصوا برضو صناديق القمامة دي برضو عشان ترموا فيها، محدش يرمي في الأرض. الدنيا نظيفة ما شاء الله. في هنا نقطة شرطة الشهداء ما شاء الله، شكلها حلو جدا، يعني شكلها مزهزهة كده، يعني منورة الدنيا. هي صراحة محطة مصر كلها بقت مزهزهة ومنورة عما كانت ضلمة وكان الواحد بيخاف يعدي منها. بصوا الموقف وتنظيم الموقف وجمال الموقف ما شاء الله صراحة حاجة يعني نفتخر بيها كلنا. وبكده تكون جولتنا خلصت داخل محطة مصر وسوق محطة مصر الحضاري اللي يشرف اي حد، ومحطة مصر الجميلة دي اللي بقت تشرف اي اسكندراني. ما شاء الله، يعني صراحة حاجة عظمة على عظمة على عظمة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك للفيديو، والسلام عليكم.